السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. استعاد النادي الأهلي جهود نجمه أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ليصبح جاهزا لخوض لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأعلن النادي الأهلي عبر صفحته الشخصية أن أحمد نبيل كوكا شارك في مران الفريق الجماعي مساء اليوم بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا لمواجهة الترجي المقررة يوم السبت المقبل. وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع أحمد جاب الله طبيب الفريق قبل مران الفريق مساء اليوم للاطمئنان على حالة أحمد نبيل كوكا. ومنح طبيب الأهلي كولر الحرية في الدفع باللاعب، مؤكدا أن اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي. وسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن للحاق كوكا بمواجهة الإياب أمام الترجي، خاصة أن كولر يفكر في الدفع باللاعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول، والذي تعرض للإصابة بقطع جزئي في وتر إكليس. مليون سلامة لنجمنا علي معلول، وحمد لله على السلامة لنجمنا أحمد نبيل كوكا.